السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل سفيان العلودي يفاجئ وليد الركراكي عقب الإعلان عن اللائحة النهائية. والآن إلى التفاصيل. صرح الدولي المغربي سفيان العلودي بشأن القائمة النهائية للمنتخب الوطني التي أعلنها مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي كانت إيجابية ومشجعة. وفي حديثه أكد العلودي أنه يحترم قرارات المدرب ويروج للقائمة باعتبارها منطقية بشكل كبير. قدم العلودي تقديره لتواجد عدد من الشبان في القائمة، مشددا على أهمية تواجدهم لتحقيق مكاسب القائمة في بطولة كأس إفريقيا وكذلك في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة. يرى أن تجمع القائمة بين الخبرة والشباب يعزز فرص المنتخب في تحقيق أداء قوي. من جانبه أبدى إعجابه بإمكانية التقنية والبدنية لكل اللاعبين المدرجين في القائمة، مع التركيز على معدل الأعمار المناسب للمنافسة القارية. كما أشار إلى تحدي صعوبات استدعاء بعض اللاعبين الذين شاركوا في بطولة الدوريات الوطنية نظرا لتوقف المنافسات. ختم تصريحاته بدعوة الجماهير المغربية إلى دعم المنتخب الوطني في رحلتهم لخوض غمار كأس الإفريقية، مع التفاؤل بقدرة المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية في هذا الحدث الكروي الهام. شكرا. هذا كل ما في الموضوع في قناة المملكة الإخبارية، ونرجو منكم الضغط على زر الإعجاب والاشتراك لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.